بيبدأ الفيلم مع شاب بيشتغل في صناعة السيوف، كان عايش لوحده وبقاله سنين بيعمل سيوف ما حصلتش، والمرة دي كان شغال على سيف أكبر وأكتر حدة من كل السيوف اللي فاتت. وطول ما هو شغال كان بيفتكر أبوه لأنه هو طفل كان بيتفرج على أبوه وهو بيعمل السيوف وبيتعلم منه علشان يقدر في يوم من الأيام يعمل سيوف سحرية. حتى كان بيشرب بنفس الطريقة اللي شاف أبوه بيشرب بيها وهو بيشتغل. وأول ما بيخلص السيف بيجربه وبنتفاجئ من قوة السيف العجيب ده، ومن ضربة واحدة كان بيدمر كل حاجة حواليه. ومع إن السيف ما كانش فيه نار إلا أن بيصدر عنه نار كتيرة جدا وبتحرق كل اللي حواليه. وبنعرف إن الشاب القوي ده اسمه يانغ، واللي بيكون من الأبطال المناهضين لليابان، وبضربة واحدة من السيف بيهد السور الصخري اللي كان محاوط بيته. وبعدها بالليل وفي مكان تاني بنشوف مجموعة من المقاتلين قابضين على كام واحد من القصر الإمبراطوري، وكانوا مغميين عينيهم علشان ما يعرفوش المكان اللي وصلوا فيه. وأول ما الزعيم بيأمر رجالته إنهم يشيلوا الغمامة من على عينيهم، الوزير بيتفاجئ إن الشخص اللي خطفهم كان صديق ليه وخان الملك وانقلب ضده. ساعتها الخاين بيأمر الوزير إنه ينزل على الأرض ويترجاه إنه يعفى عن حياته، بس الوزير بيرفض وبيقول له إحنا ذو مناصب عالية في القصر، إزاي نخضع له لواحد خاين زيك؟ والكلمتين دول بيضايقوا زعيم العصابة وبيأمر رجالته إنهم يقتلوا الوزير والباقيين. بس فجأة في اللحظة دي بتظهر مقاتلة أسطورية بتدافع عن الوزير وبتضرب العصابة بسيفها، وكانت بتقتل فيهم وهي بتطير حرفيا. بس هم لما بيتكاتروا عليها والمعركة بتشتد بينهم، زعيم العصابة نفسه بيواجهها وبيهجم عليها مرة واحدة بضربة من سيفه. ومن حسن حظها إنها أخذت بالها من الوقت المناسب وتفادت الضربة، وبيتقاتل معاها وجها لوجه، وكانت مهاراتها في استخدام السيف عالية جدا. في الوقت ده بيظهر يانغ طائر بطيارة شراعية هو وواحد صاحبه، وبينزلوا على الأرض في الوقت المناسب علشان يوقفوا الخاين وينقذوا الوزير. وزعيم العصابة كان وقتها أصاب البنت المقاتلة بضربة كف سحرية في قلبها وسممها بالطاقة المظلمة، وفي لحظتها كانت قوتها ضعفت. وبعد ما كانت هتتقتل في اللحظة دي لأن الزعيم كان قوي جدا والظاهر إنه بيمارس القوى المظلمة، ينغ بيرمي سيفه على الأرض وبيعمل موجة من الطاقة بتبعد كل العصابة والمقاتلين بيقفوا لثواني. وأول ما بيمسك سيفه بيضرب يمين وشمال من قوة الضربة، كانت الأعمدة الحجرية بتنقسم نصين. والزعيم كان متفاجئ ومش عارف مين اللي ظهر له وبوظ له كل حاجة ده. ساعتها زعيم العصابة بيتقاتل مع ينغ بكل قوته وبيحاول إنه يتغلب عليه ويقتله، بس ينغ بسيفه السحري كان أقوى منه مليون مرة، وينغ بيقتله بمهاراته السحرية وقتالية ما كانش عارف يتصدى له. بس لما بيقفوا قتال وينغ بيكتشف إن البنت اتسممت وهتموت في خلال نص ساعة، الزعيم بيساوم على إنه يسلمه الترياق بشرط إنه يسيبه يقتل الوزير، ما هو مش هيعرف ينقذ الاثنين. بس ينغ بيشتت الزعيم، وساعتها صاحبه بيخطف الترياق من إيده، بس كانوا إزازتين ومش عارف أي واحدة منهم هي الترياق الحقيقي. واحدة فيهم سامي وبيقتل في ثواني، وواحدة تانية فيها الترياق. ساعتها ينغ بيرمي واحدة منهم وبيراقب رد فعل الزعيم، ولما بيلاقيه ما تأثرش ولا فرق معاه بيعرف ان التانية دي هي الترياق الحقيقي، فبيديها للبنت وبتشربها في ثواني قبل ما السم ينتشر في كل جسمها وتموت. ساعتها الزعيم بيهرب هو ورجالته لما بيلاقي انه مش هيعرف يتغلب على يانغ. وتاني يوم بنشوف مجموعة من المحاربين مع الزعيم وبنكتشف انهم من القراصنة اليابانيين. وقتها كان يانغ واصحابه قو والراهب بيتفقوا على انهم يتفرقوا وكل مجموعة تواجهه من ناحية. الراهب وصديق يانغ بيتنكروا في هيئة العملاق المحارب الياباني، في الوقت اللي يانغ كان طاير بطيارته الشراعية وبيرمى عليهم قنابل وبيتسبب لهم في خسائر كتير. واللي اتنكروا في هيئة المحارب الياباني بيعترضوا طريق العصابة وبيتحدوهم في قتال، وبتقوم بينهم معركة كان المتغلب فيها صديق سانغ، واللي بنكتشف انه بيتمتع بقوة سحرية ما حصلتش وسريع جدا. اما يانغ فكان واحد من العصابة طرده وبيتعلق في طيارة وبيحاول انه يوقعه على الارض، بس يانغ بيتحكم في الطيارة الشراعية وبيتقاتل معاه في الهواء من غير ما يوقع ولا حتى يختل توازنه، وسيفه السحري كان مخليه اقوى بكتير. بس لما بيقعوا على الارض كانت المعركة اتطورت بينهم والقتال زادت قوته. في الوقت اللي كان الراهب بيقاتل من غير اي سلاح يدوب انه بيتفادى الضربات، وفي كل مرة القرصان الياباني كان بيهاجمه كان الراهب جسمه بيتوهج هالة من الطاقة الذهبية. والغريب ان القرصان لما بيهجم عليه وكان هيطعنه بالسيف في راسه، الراهب بيعمل درع من الطاقة الذهبية حوالين نفسه، وكان بالقوة اللي ما قدرش انه يخترق حاجز الطاقة ويطعنه، والسيف كان هيتكسر ساعتها. والراهب بيمسك السيف بصابعين بس وهو ثابت مكانه وبيتحكم في هي وبيوقعه على الارض، والسيف بيطير منه، وصديق يانغ بيمسكه وبيرميها على واحدة من القراصنة يطعنها بيه، وكان بيتحرك بسرعة مش معقولة وما حدش بيلحق يشوف هو هيهاجمه من اي ناحية. ويانغ كان بيتقاتل مع القرصان التاني وبيطردوا بعض حوالين الأعمدة الحجرية، وكل ضربات سيوفهم بتيجي في الأعمدة تكسرها ل100 حتة. وبعدها القتال بيتوقف بينهم لما بيظهر زعيم القراصنة اليابانيين وبيحذر هيهارا من هوانغ، واللي بيمتلك مهارات قتالية عمرها مئات السنين. وفي اللحظة اللي يوان كان هيهاجم يانغ ويتقاتل معاه تاني، الزعيم بتاعه بيمنعه وبيقول له ان الخطة بتاعتهم أهم، ويانغ بيقاتلهم بس علشان يعطلهم من انهم يوصلوا مدينة هانغتشو في الوقت المناسب. وبيأمر يوان وأشيرو انهم
انهم يتحركوا وينفذوا الهجوم على هانغتشو. اما الزعيم فبيمنع يانغ وزمايله من انهم يطردوه ويعطلوا الخطه بتاعتهم. وفي الوقت اللي العصابه بتقاتل يانغ واصحابه كانوا محاصرين في كل اتجاه، الزعيم بتاعهم بيستحضر الدرع الذهبي بتاعه وبيلبس في ايده القفاز الذهبي اللي بيديله قوه سحريه مهوله، وبضربه واحده من ايده بيوقع العمود الحجري على يانغ وكان هيقتله. وساعتها يانغ كان في ورطه وبيقدر انه يثبت العمود قبل ما يقع عليه بايده، وبيقاتل بايده الثانيه بس. وفجاه بتحاول يانغ قوه سحريه غريبه بتبعد العمود الحجري عنه وبترمي العصابه بعيد عنه، وبيظهر والده المعلم شو وشين هي كمان بتوصل وبتبلغه ان الجيش هيكون في هانغتشان في خلال كام ساعه. ساعتها شو بيخلي يانغ وزمايله يتحركوا هم في اسرع وقت على هانغتشو، وهو اللي هيتعامل مع زعيم القراصنه الياباني بنفسه. ولما العصابه بتحاول شو علشان يقتلوه بيعمل الحركات والمهارات السحريه بتاعته من غير ما يستخدم اي سلاح وبيرميهم يمين وشمال. واول ما الزعيم بيتقاتل معاه بيعمل دوامه من النيران بتحاوطهم هما الاثنين، وشو ما كانش بيتاثر بهجوم الزعيم وهيار عليه في نفس الوقت. وفجاه بتظهر واحده من المعلمات السحريين بتساعد شو، وبحركه واحده من ايديها بتطفي دوامه النيران اللي كانت هتتحول لاثار ناري يقضي على كل اللي في طريقه. وفي مدينه هانغتشو بقى كان الحراس على سور المدينه اتفاجئوا بظهور جيش القراصنه اليابانيين واللي ما يقلش عن 5000 جندي. والجنود اول ما بيشوفوا زحف اليابانيين ناحيتهم معنوياتهم بتنخفض، بس القائد بيقول لهم انهم لازم يحموا المدينه مهما حصل. وقتها كان يانغ وزمايله وابوه هو كمان وصلوا واقفين على خط النار علشان يحموا المدينه ويوقفوا الزحف الياباني. وجيش القراصنه اليابانيين كان كبير جدا، ويانغ اللي معاه بيتفاجئوا بيهم وبالاسلحه الغريبه اللي معاهم. واليابانيين كان معاهم منصات قفز زي الترامبولين كده واسهم واعمده ضخمه علشان يكسروا بيها البوابات. واول ما بيبدا الهجوم اليابانيين بيجروا ناحيه اسوار المدينه بسرعه وبينطوا من على منصه القفز، وبيفاجئوا حراس المدينه وكانوا زي اللي بيطيروا وبيتعلقوا في السور وبيتسلقوا بسرعه جدا لان كان في رجلهم سكاكين بتثبتهم في الحيطه وهم طالعين. ساعتها الحراس بيرموهم بالاسهم، بس لما اليابانيين بيرموا عليهم القنابل المعلمه الروحيه بتتحكم في بقوتها السحريه وبترميها عليهم هم. ساعتها يانغ بيخلي الرماه بيركزوا ضرباتهم على منصات القفز، والمنجنيق اللي اليابانيين بيستخدموهم علشان يطلعوا فوق سور المدينه، ده غير انهم كمان كانوا بيتسلقوا الجبال. بس يانغ بيتدارك الموقف وبيتصدى له بسرعه رهيبه، وبيخلي الحراس يولعوا في كل شيء باسهم مشتعله. واول ما منصات القفز بتتحرق وبيموت عدد كبير من اليابانيين كانوا الباقيين خافوا وبداوا انهم يتراجعوا، واللي مكمل الهجوم منهم وبيتسلقوا السور كانوا الحراس بيقتلوه وبيرموه من فوق السور. ساعتها هيارا بيؤمر بالانسحاب مؤقتا لانهم لازم يدخلوا هانغتشو قبل الفجر، وهو يتراجع الوقت على ما جنود يستعدوا توازنهم ويكملوا الهجوم قبل ما الجيش الكبير يوصل ويقضي عليهم. في الوقت اللي كانت المعلمه الروحيه بتستخدم سحرها وقوتها في انها تعكس هجمات اليابانيين عليهم، بس فجاه بعد ما اليابانيين بينسحبوا المعلمه الروحيه بتوقع وبتكون مصابه وبتنزف. ساعتها قوب تاخدها علشان تعالجها وتسترد عافيتها، بس المشكله ان المعلمه مصابه من زمان جدا بالمرض ده ومفيش امل لها في الحياه بعد كده ومحدش هيعرف يساعدها. وساعتها المعلمه بتطلب من قو انها هي اللي تقود العشيره من بعدها وتبعد عن يانغ علشان مصلحه عشيرتها. ساعتها قو كانت رافضه انها تتخلى عن يانغ، بس لما بتلاقي المعلمه بتاعتها مصممه وهتموت وهي مش مرتاحه، قو بتوافق على طلبها وبتوعدها انها تحمي العشيره وبس. وفي لحظتها المعلمه بتموت وقي وزميلتها بينهاروا، وبعدها قبل ما حتى يلحقوا يدفنوها وبيعملوا جنازتها هي وكل الجنود اللي ماتوا في المعركه، بيجي واحد من الحراس يبلغ شو ان اليابانيين حصروا المدينه وبيهاجموهم من كل الاتجاهات. ساعتها يانغ واصحابه شو وكل القاده بيخرجوا علشان يمنعوا الزحف على المدينه، ويانغ بيقتل كل اللي بيجي في طريقه حرفيا من غير رحمه. في نفس الوقت اللي كان اشيرو هو كمان بيقرب منه وبيقتل كل الحراس لغايه ما بيوصل ليانغ وبيتقاتل معاه، والقتال بينهم كان قوي جدا وبيطاردوا بعض فوق السور وعلى الجدار، يعني كانوا بيطيروا وبيكسروا له سيفه وبيضربوه ضرب يطيروا في السماء، وبيقع بعدها اشيرو على رمحه بيخترق صدره وبيموت. وبعدها سانغ بيتفاجئ ان صاحبه شياو يبقى في صف اليابانيين وبيقاتل معاهم، ومهما حاول يانغ ان يقنع صاحبه بيختار الطريق الصح وما يكونش خاين بهبلته لليابانيين. شياو كان مصمم على موقف علشان ينتقم من الملك نفسه علشان موت ابوه، وشو كان بيتقاتل مع هيارا وبيعمل حاجز من الطاقه الروحيه بيحميه من هجمات هيارا. في الوقت اللي هوانغ كان بيتقاتل مع الجنيه، والراهب بيتقاتل مع واحد من القراصنه برضه، وهوانغ وهو بيقاتل الجنيه بيسيبها تطحن وبيحاول انه يخليها تتراجع عن الطريق الشر اللي هي مشيت فيه. وان ساعتها المعلم شو بيشوفها وهي بتطعن هوانغ وبيهاجمها، بس هوانغ بياخد الضربه عنها وبيحميها وبيطلب من المعلم شو انه يسامحها ويديها فرصه ثانيه ترجع لعقلها. ولما الجنيه بتلاقي هوانغ بيحميها وبيضحي بحياته علشانها بتتوب عن اخطائها وبتطلب من المعلم شو انه ياخدها متدربه عنده، وهو كان رافض، بس هوانغ بيترجاه وبيقول له ان دي فرصتها انها ترجع للخير، وانه لو رفض توبتها وما سامحهاش واخدها تلمسته هترجع للشر تاني. ساعتها شو بيقتنع بكلام هوانغ وبيوافق على انها تكون تلمسته. في الوقت اللي كان الراهب عفى عن الشخص اللي كان بيقتله واداله فرصه تانيه لما بيلاقيه بيترجاه وبيقول له انه عاوز يعيش وهيبعد عن الشر، بس اول ما الراهب بيبعد عنه خطوتين بيهجم عليه وكان هيقتله، بس الراهب كان واخد باله وبيروح ماسكه من رقبته ورميه من فوق السور وقتله علشان عارف انه مخادع ولا يمكن انه يتوب عن الشر. ساعتها كان الرمح الفضي تلميذ زعيم القراصنه اليابانيين بيتقاتل مع زميله يانغ، ولما بتتغلب عليه بتقول له كلام يخليه يتراجع عن طريقه ويتوب عن طريق الشر اللي
مشي فيه وإنه يقدر يختار حياته ومسارها. ساعتها الرمح الفضي بينادي على المعلم بتاعه وبيقول له إنه كان غلط، وبيروح رامي نفسه من فوق السور وبيموت. في الوقت اللي كان شياو لسه بيتقاتل مع يانغ اللي بيتغلب عليه بس بيعفو عنه ومش بيقتله. ساعتها شياو بيغدر به وكان هيطعنه من ظهره، بس يانغ بيحس به وبيتصدى لهجمته وبيطعنه وبيرميه من فوق السور. وقتها قوة بتجري عليه علشان تنقذه وفعلا بتتمسك به مع إنها كانت هتقع وراه، إلا إن يانغ بيمسكها وبيسحبهم هما الاثنين، وشياو بيموت وهو ندمان إنه تعاون مع اليابانيين ضد وطنه. وبعدها يانغ وهوانغ بيطيروا بالطيارات الشراعية وبيرموا مواد مشتعلة على هيارة والمعلم بتاعه وكل الجيش بتاعهم وبيولعوا فيه وكلهم بيموتوا. وبكده يكون يانغ اتغلب على الأعداء وأنقذ المدينة هو وأصحابه، وبيتعاونوا كلهم على قلب رجل واحد وإنهم عندهم الحكمة اللي خلتهم يتقبلوا أخطاء الجنية وغيرها ويرحبوا بيهم وسطهم. وتاني يوم كان كل الناس في المدينة بيحتفلوا بانتصاراتهم العظيمة، والحاكم بيعمل لهم احتفالية كبيرة يشكرهم فيها علشان أنقذوا المدينة. ومي بتودع يانغ وهي قلبها مكسورة علشان هتتخلى عنه، بس ده كان وعدها للمعلمة بتاعتها، وهو أصلا ما كانش يعرف بالوعد ده ولا شك اللحظة إن مي ممكن تبعد عنه، لأنهم كانوا متوعدين يكملوا حياتهم مع بعض. بس واجبها ناحية شعبها وعشيرتها بيمنعها من إنها تستمر معاه في رحلته وحربه ضد اليابانيين، وكان لازم إنها ترجع العشيرة وتكمل مسيرة المعلمة وتحافظ على مهاراتهم القتالية وتنقلها من جيل لجيل. ولأن يانغ ما كانش في وعيه بشكل كامل ومش مركز غير في انتصاراتهم واحتفالاتهم، مش بياخد باله من كلام مي وإنها بتودعه، وكان مقتنع 1,000,000% إن مفيش حاجة هتقدر تفرق بينهم. بس الحقيقة المرة دي بتخلي مي تمشي وهي بتبكي علشان دي آخر مرة يتقابلوا فيها. وفي النهاية بنتعلم إن الشر عمره ما بينتصر مهما كانت المؤامرة والقوة اللي بيستخدمها. الصداقة وطبيعة الخير في البشر هي اللي بتنتصر على طول، زي ما الجنية تابت عن أخطائها ورجعت تاني لفريق يانغ علشان عارفة إن الفريق التاني على خطأ وما ينفعش إنها تكمل في الخطأ ده باقي عمرها. والصح إننا نحاكم نفسنا قبل ما حد يحاكمنا ونختار الأصح وبس، وما ناخدش بمغريات الشر والقوة المزيفة اللي بتلفت انتباهها. ولغاية كده بيخلص فيلمنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير يا أحلى متابعين، وسلام.